المهم يا جماعه خلونا نسال الاسئله المهمه. مين دول بقى؟ بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. دلوقتي يا جماعه انا بقلب بالصدفه كده والله، فظهر لي كده بوست غريب، يعني لقيت حد مشير فيديو لحد من اخواتنا الخلايجه، وكاتب ايه؟ بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك الاعلام الخليجي يظهر الفساد بتاع النادي الاهلي وينصر الزمالك، وكلام كبير قوي كده ومجعلص باللي انتوا عارفينه ده، حاجات اللي هي الكبيره قوي دي. فانا بصراحه اتخضيت. الاعلام الخليجي ايه ده؟ الاعلام الخليجي كله مره واحده كده يجي عندنا وبقى بيتكلم عننا وبتاع، فحبيت اخش اشوف يعني. فبص لقيت والله اتنين بجد، يعني لا حول ولا قوه الا بالله يعني اتنين ما حدش يعرفهم خالص، عمري ما شفتهم ولا عمري سمعت عنهم، ومش عارف والله حتى اسم القناه وناس غريبه كده بالنسبه لي، ناس يعني فاهم ما حدش يعرفهم ولا حد يسمع عنهم حاجه خالص. فطبعا كعاده الصفحه دي اللي منزله الفيديو وعادتهم يعني عموما في العموم، يعني يقول لك الاعلام الخليجي، لكن ما ينفعش يقول لك مثلا احد الاعلاميين الخليجيين، فاهم؟ ما ينفعش يقول لك احد مش عارف ايه في اي حته، يعني فاهم؟ احد هو واحد او اتنين بيتكلموا في موضوع معين، هو ما ينفعش يقول لك احد، لا هو الاعلام كله، فاهم؟ الاعلام الخليجي كله. جاب اتنين بقى لا حول لهم ولا قوه. طبعا انا حبيت ان انا اسمعهم، لازم عشان اعرف ارد عليهم وعشان اعرف اتكلم عنهم لازم اسمعهم، اعرف هم بيقولوا ايه عشان افهم كلامهم. فطبعا دخلت لقيته كلامهم كالمعتاد، يعني تحس ان ادمن المختلط وايطاليا الزملكاوي هم اللي بي هم اللي شغالين في القناه، وهم اللي عاملين لهم الاعداد عشان يقولوا هم ما يقولوش ايه. فمن ضمن الكلام المضحك اللي هم بيقولوه، بيقول لك ايه؟ ان المفروض في مصر يتعمل بطولتين دوري. فالتاني بيقول له ليه؟ المذيع بيقول له ليه؟ اللي هو الضيف اللي كان معاه ده، فبقول له عشان خاطر المفروض يبقى فيه دوري اللي هو بتاع الاتحاد المصري، ودوري للدوري المصري. يعني بتاع الاتحاد المصري ده كل سنه ياخدوه يودوه للنادي الاهلي يحتفل بيه عشان ما يزعلوش النادي الاهلي، والتاني بقى يعني الانديه كلها تتنافس عليه، ولو الاهلي خده مره ولا حاجه يعني نقول له مبروك عادي جدا. فاللي هو فيما معناه يعني ان هو عايز يقول لك ان الاتحاد المصري بيجامل النادي الاهلي، وان النادي الاهلي ما بيفوزش بالدوري غير بمجامله الاتحاد المصري، وكلام طبعا من هذا القبيل. فبص يا اذكى اخواتك، عشان انا مش عارف الناس اللي بتحب تتسوح دي وبتخلي حد يضحك عليها، احنا نعرفهم، احنا نرد عليهم بالعقل والمنطق برضه. انت دلوقتي بتقول ان الاتحاد المصري بيجامل النادي الاهلي عشان يفوز بالدوري. طيب هل تعلم ان اخر نسختين من الدوري المصري بطلهم نادي الاحتواء، قصدي نادي الزمالك؟ هل تعلم ان اخر نسختين بطلهم نادي روح البروتوكول؟ ايه عمال انسى كل شويه، قصدي نادي الزمالك. نادي الزمالك على فكره، اوعى تبص لده، ده مش نادي الزمالك يا جدعان، ها ده مش نادي الزمالك والله، ده سبورتا. عشان ما حدش بس ايه، بس هم شبيه لده كده، حاجه خطين حمر. هم بطل الدوري اخر نسختين، تمام؟ طب هل تعلم ان في السنتين اللي فاتوا دولت اللي الزمالك كان فيهم بطل الدوري كان بيطلع حصاله في بطوله افريقيا اللي ما فيهاش الاتحاد المصري؟ تعلمها ولا ما تعلمهاش؟ رد عليا بقى، انا عايز اعرف انت عندك معلومات ولا ما عندكش. طب هل تعلم ان في اخر سنتين دول اللي الزمالك فيهم كان بطل الدوري، الاهلي وصل في المرتين في النسختين لنهائي البطوله الافريقيه القاريه، دوري ابطال افريقيا؟ هل تعلم؟ يعني البلد اللي الاهلي بيتجامل فيها ما فازش بالدوري في اخر سنتين، والبلد اللي بتظلم النادي بتاعك اللي انت بتحبه ده وبتشجعه هم بطل الدوري اخر سنتين، وفي نفس السنتين دول النادي بتاعك اللي انت بتحبه وبتشجعه المظلوم في بلده ما بيعرفش يعمل حاجه بره بلده وبيطلع حصاله، والنادي ده اللي بيتجامل من البلد وبيشوف كل الفساد بقى والحاجات اللي انت بتقول عليها دي في بلده ما كسبش اخر بطولتين في الدوري، وفي المقابل في اخر سنتين وصل لاثنين نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا القاريه. هل تعلم يا حبيبي ولا ما تعلمش؟ طب ازيدك من الشعر بيت، هل تعلم ان الاهلي انا قلت لك ان هو ايه؟ وصل اخر اخر سنتين، سيبك هو كان 3 سنين على التوالي، بس انا ما بكلمكش على المده كلها، بكلمك على اخر سنتين اللي هم خدوا فيهم الدوري واللي هم طلعوا فيهم حصلت افريقيا. احنا خسرنا الدوري ووصلنا 2 نهائي افريقيا. طب هل تعلم ان احنا فزنا بواحده وخسرنا واحده؟ هل تعلم في السنتين دول ان احنا فزنا بواحده وخسرنا بالثانيه؟ طب هل تعلم احنا ليه خسرنا الثانيه؟ طب انا هقول لك، يمكن انت ما تعلمش، يعني يمكن انت اكيد على الله حكايتك. يعني البطوله الثانيه احنا خسرناها عشان خاطر، ركز معايا في الكلمتين دول الله يبارك لك، عشان الاتحاد المصري اللي هو اللي بيجاملنا وبيدينا الدوري وانت عايزه يعمل البطوله الدوري مخصوص لينا احنا كنادي اهلي عشان يديها لنا، تمام؟ جاله خطاب ان احنا المفروض هنلعب المباراه النهائيه في مصر، فهو خبى الخطاب ده، خده اخفاه في الدرج. عارف الدرج؟
اخفاها عشان خاطر النادي الاهلي يسلموا كده تسليم اهالي للكاف والنادي الوداد، عشان نروح نلعب نادي الوداد من مباراه واحده النهائي على ملعبه، رغم ان هو كان السنه اللي قبلها على طول كان على نفس الملعب. يعني لو الاتحاد المصري اللي بيجاملنا لو ما كانش اخفى الخطاب في الدرب وكان رد على الخطاب وقال يا جماعه احنا عايزين ننظم البطوله، كان اول حاجه رقم واحد كان هيبقى في مصر، عشان خاطر السنه اللي قبلها كانت في المغرب، فكان هيبقى النادي الاهلي هيلعب النهائي من مباراه واحده على ملعبه. هل تعلم يا ضنايا ولا انت ما تعلمش، ولا انت ماشي وراهم وبوم وطخ والحاجات الحلوه اللذيذه الجميله البليله دي؟ يا اخي والله العظيم الحاجات البليله ديت اقسم بالله انا بحبها، بفرح لما بشوفها والله. والله العظيم بفرح لما بشوفها. فانتوا اهدوا يا جدعان، ما قلت لكم اهدوا يا جدعان، انتوا مش عايزين تهدوا ليه؟ ما خلاص يا جدعان والله العظيم الصياح بتاعكم ده اقسم بالله ما هيفيدكم باي حاجه، قلتها لكم مليون مره والله ما هيفيدكم باي حاجه. انت خلاص انسحبت، خلاص عيط كده في جنب لوحدك، مالكش دعوه بحاجه بقى، ما تقعدش كل شويه تربش. عندك ليك حق، شايف ليك حق والاهلي دوت فاسد وانت مظلوم، انا ما عنديش مشكله اقسم بالله، اطلع على الفيفا عادل يا برنس. لو مش معاك العنوان اتصل بيا وانا هبعتك، هقول لهم بس انت تابعي ما تشغلش بالك. ولا انت خايف تروح هناك من كتر المشاكل اللي ليك هناك؟ خايف؟ لو خايف ما تخافش برضه، هم يعني ايه بيعملوا كل حاجه لوحدهم، ما تقلقش. روح بس كده على الفيفا وقول لهم يا جماعه تعالوا الحقوني انا بموت، انا هنا في فساد ومش عارف ايه وكلام كبير، وتعالوا انقذوني بقى وتعالوا دمروا لي النادي الاهلي الوحش الياي ده. احنا موافقين والله العظيم موافقين. اطلعوا بقى على هناك، هو كده كده مش عامل امر شيء لان انتوا مالكوش حقوق ولا اي حاجه، بس انا بقول لك يعني مش مشكله يا عم، انا ماشي، انا عايز اخلص بس من الصداع بتاعك. انا عندي ماتش بكره مع بيراميدز مش عارف اتكلم عنه، مش عارف اركز فيه، كل ما اقلب في اي حته الاقي صياح ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. كابتن احمد دودار بيصيح هنا، كابتن خالد الغندور بيصيح هنا، كابتن خالد قمر بيصيح هنا، كابتن مش عارف مين بيصيح هنا، كابتن طارق السيد، كابتن ميدو، ايه يا جدعان في ايه يا جدعان؟ ما تخفوا الصياح ده وجمعوا نفسكم وروحوا على الفيفا. والصياح هنا هيعمل لكم ايه؟ هيفيدكم بايه؟ يعني انتوا هل الصياح دوت هيخلي مثلا الماتش يتلغي وتروحوا تلعبوا انتوا مكان بيراميدز الثاني؟ ما خلاص خلصت. هدوء. بس والله بجد يعني عايز اعرف والله اعلاميين الخليج دول مين دول؟ بالله عليكم يا جدعان لو حد يعرفهم يقول لي بس في الكومنتات، يقول لي ده فلان ده معروف ومشهور وبتاع. فهم اتنين على الله حكايتهم عايزين يتشهروا، فمفيش اعظم من النادي الاهلي ان هو يشهر اي حد، فحبوا يتكلموا ومبروك عليهم يا عم، اللي هيترد عليهم اللي هيترد، بس في الاخر مش عارف يبقى شكلك ايه وانت بتتشهر على انك حاجه وحشه، على انك غلطان، على انك يعني فهمك على قدك. مش عارف بصراحه بستعجب الناس دي. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.